من وصفات أم عبدو. اليوم راح نقدم لكم وصفة تقليدية من وصفات عيد الأضحى. راح نشوفوا اليوم القلاية اللي راح نديروها باللي زابة تاع الخروف، أي الكبد والقلب والطيحال والرئة. دونك عندنا هنايا هادي نقطعهم إلى مكعبات صغيرة، ونضيف لهم بصلة كبيرة مقطعة أو محكوكة، كذلك الملح وفلفل أسود وراس ثوم. عندنا هنا ملعقة كبيرة من زيت، ونخلط الكل، وطبعا راح نحطهم يتقلاو على نار هادية. راح نضيفوا في المرحلة هذه الكمون. الكمون راح ينحي لنا رائحة ليزابا، يعني رائحة الكبد ولا الطيحان والذي يليه. وطبعا راح نزيدو نغلقوا عليهم لا كوكوط ونخلوهم يتقلاو مليح. هنا ما ضفتش الماء، يعني كلشي يطلق من الماء تاعو من البصل. وهنا راح نمرق بعد ما تقلاو مليح، نمرق نضيف هنايا المقدار تاع الماء على حسب المقدار تاع الكميه تاع الزعبه. كان ضفت انا نص لتر، نخليهم يزيدو يطيبوا مليح، نعاودو نرجعو نكملو. هنا بعد ما طابت راح نضيفو، يعني يدخل لها الطياب للزعبه، راح نضيفو حبه وحبتين بطاطا مقطوعه على الشكل هذا، وكذلك راح نضيفو حبه طماطم يعني مربيه، يعني مقصوصه او مربيه. راح نضيفو المعدنوس، قرن من الفلفل الحار، وكذلك ملعقه من الطماطم المصبره. راح نزيدو نخليو الكل يطيب في بعضه، وراح نشوفو في صحن التقديم ان شاء الله. هذه هي وصفه اليوم. الى وصفات تقليديه اخرى ما عليكم الا تفعيل الجرس واشتراك واعجاب بالقناه. نقول لكم السلام عليكم، صلوا على رسول الله.